بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى يعني الحمد لله احنا انتهينا من اللوحة بفضل الله تعالى. طبعا أنا كنت وعدت إن أنا أتكلم فيها خطوة بخطوة، ولكن برضه احنا ملحوقة الرسم بتاعها هيكون موجود وهنتكلم برضه بناء عنها خطوة بخطوة. اللوحة بفضل الله تعالى بين 3 مصادر ومصدر بلدية، مولدين ومصدر بلدية. طبعا احنا دلوقتي السكينه في وضع السكون اهي، مفيش حاجه شغاله. لو احنا طبعا عندنا الاولويه في البدايه كلها الاولويه لمصدر البلديه، ثم الاولويه للمولد رقم 1، ثم المولد رقم 2. لو اي واحد في المولدات ما اشتغلش خلال الوقت اللي احنا هنحدده، هنشرح الكلام ده خلال الوقت ده، المولد الثاني هيكون هو اللي لحقه وشغال معاه. طبعا يعني في حته صغيره حبيت انوه عليها. واحد من الناس المتابعين عندي، الراجل يشكر ان هو متابعني، ولكن ظلمني في حته، قال لي انت ما بتعلمش حد. الناس كلها تشهد بفضل الله تعالى انا عمري ما بتاخر عن اي حد في اي حاجه يطلبها. ان كنا شغالين بدون ورق وبدون رسم، فدي طبيعتي، انا بشتغل بدون رسم، بنفذ واعمل سيموليشن في دماغي وبعدين بنفذ. الوقت اللي اضيعه في الرسم اشتغل واخلص فيه شغلي. ده اللي انا عايز اقوله. والراجل ان شاء الله بيني وبينه هنلتقي ان شاء الله في محكمة العدل ان شاء الله، ما فيهاش مشكلة. تعالى كده قرب عليا ابو السعود ان شاء الله، تعالى نتكلم. طبعا هنا عندنا ده مصدر البلدية، وده مولد رقم 2، وده مولد رقم 1، ودول ال 24 فولت من البطارية انا معوضهم بباور سبلاي تقريبا اهو. الباور سبلاي شغال ومنور. وعندي هنا دول على اللود بتاعي بعد الخارج ما بتحقق السكينة بتقول لي مين اللي شغال او مش اللي شغال. التايمر ده احنا حاطينه في الدايرة بحيث انه التايمر الاولاني ما اشتغلش خلال 10 ثواني، او يعني احنا هنظبط الوقت اكتر من كده يكون المولد التاني دخل. طبعا الريليهين دول كل واحد فيهم بيدي الاوتو ستارت للمولد، يقفل النقطة يديني اوتو ستارت يشتغل. ده المولد رقم 1 وده المولد رقم 2. دول الاتنين ريلي شغالين معايا على المولد رقم 1، وده مولد رقم 2، وده البلدية. التايمر طبعا انا استبدلت التايمر ده بالتايمر ال 24، بحيث ان التايمر ال 24 لو انا وقفت اشتغلت ساعة ووقفت وقطعت الكهرباء ورجعت، هو هيفضل واقف في مكانه، مش هيشتغل زي ما انت، مش هيشتغل معايا. فاستبدلت التايمر ده بحيث ان الكهرباء قطعت ورجعت يبدأ يعد من اول تشغيل للمولد. التايمر ده بيشتغل مع المولد الاولاني بيعد 2 ساعة، وبعدين يبدأ يقول المولد الثاني انت استريح، خش المولد الثاني مكانه. الكلام كله هنشرحه، ما فيهاش تعقيد الدايره ولا فيها اي حاجه، كلهم 4 ريليهات، الموضوع مش صعب. هنبدا ان شاء الله تعالى. عندنا ال3 مصادر موجودين اهم، ادي مصدر 2 3. المصدر الاولاني ده البلديه، المصدر الثاني ده المولد رقم 2، وده المولد رقم 3. احنا طبعا هنقول الاولويه للكهرباء. الكهرباء لو مش موجوده هيخش مولد رقم 1. عندنا ده المولد رقم 1. طبعا هو السكينه في وضع انها شغاله. لو احنا سمعنا ان هي نقلت، وده التايم بتاعنا بيعد قدامنا اهو، سامعين الصوت كده، هي نقلت ما بين المصدر الكهرباء والمصدر الثاني. لو انا البلديه جت اهي، طبعا لو احنا بصينا في الريلات فوق ده خرجوا خلاص، ما عادش عندنا موجودين. البلديه طبعا مجرد ما بتيجي بتخرج المولدات من الدايره وبتطلعهم من السكه خالص. التايمر اهو طفى والريلين طفوا. عندي ده انه هو بيقول ان مولد 1 لازال شغال، مجرد ما مولد 1 هيفصل معانا خلاص الموضوع هينتهي. كده مولد 1 فصل واحنا لسه لازلنا شغالين على البلديه. طيب لو البلديه قطعت اهي كده، البلديه فصلت، ما عنديش اي حاجه من المصادر، هنعتبر ان المولد الاولاني ما اشتغلش، التايمر هيعد. ركز على التايمر فوق ده اهو، التايمر عدى الريلي اللي جنبه لقط. جاء مولد 2 اشتغل اهو، هنبص 5 ثواني العداد بيعد اهو،
مجرد ما جت ال5 دقايق هنبص هنا الكهرباء جت هنا في 5 ثواني، هينقل على من المولد للبلديه اهو، نقل على المولد لانه المولد عندي نقل، يبقى اصبح هنا عندي مولد لازم يكون شغال. تمام. طيب لو احنا دلوقتي المولد رقم 1 وقف بيعد اهو معانا اهو، مولد رقم 2 هيخش مكانه، السكينه نقلت قدامنا. طيب لو البلديه جت بيعد معانا اهو، هيخرج المولد، السكينه نقلت. طبعا الموضوع امان 200%، ما فيهوش اخطاء بالكامل. طبعا عندنا هنا لو احنا عايزين نشوف مين اللي شغال، عندنا ال3 مصادر موجودين، مصدر 2 3، دي المصادر موجوده بالبطيات اهي، دي المصادر عندنا بتاعتنا موجوده. تمام. ادي شكل اللوحه. طبعا احنا بنعمل السبورت دايما عشان محدش يخش جوه على البارات النحاس. هنشرح في الفيديو اللي بعد ده، هبدا اشرح فيه علشان الوقت والمتسع، اشرح فيه الريلات ده، كل ريلي ازاي متوصل واخد طريقته ازاي، هنشرحه دلوقتي حالا ان شاء الله تعالى. بعد صلاه العصر هبدا اشرحهم ريلي تايمر بالنقط اللي عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.